اكيد شفت المنظر ده قبل كده، راجل ماسك عصاية وطاير في الجو. الاغلب عارف ان في خدعة في الموضوع، لكن ايه هي الخدعة وبيعمل كده ازاي؟ قليل اللي يعرف الموضوع ده، وانا النهارده يا عم جاي اقول لك على الخدعة دي. يلا بينا. يلا. بص، الموضوع مش خدع على قد ما هو ايه، على قد ما هو هندسة. يعني اول حاجة بيكون في زي قاعدة معدن تقيلة جدا، بحيث تبقى ثابتة على الارض ما تتحركش من مكانها. تمام. بعد ما هو بيثبت القاعدة بمكانها، بيجيب زي قضيب معدن حديد صغير يركبوا فيها. بعد كده يجي مغطيها بحيث إن ما تبانش لحد خالص، كأنها سجادة على الأرض. بعد ما يغطيها تمام، بيجيب زي عصاية، هي بتبقى معدن برضه بس تبان قدام الناس إن هي عصاية. بيجي مركبها في القاعدة دي. خلاص تمام كده ثبتناها وتمام كل حاجة. يجي في آخر العصاية بقى من فوق عامل زي برضه جزء معدن تاني موصل بقاعدة، موصل بقاعدة اللي هي يقعد عليها بقى، غير اللي تحت. المكان اللي هو بيقعد عليه غير المكان اللي هو مثبت في الأرض تحت. تمام. بيكون بقى فيها الكم بتاع الجاكيت، بحيث ان هو متبانش، يعني تبان كأنها عصاية، ان هو بيمسك العصاية اللي هي نازلة تحت. تمام. واللي هي جاية داخلة في الكم بتاعه موصل بالقاعدة دي ما تبانش للناس. بعد كده بيجي نلاقي هو بيلبس النظارون يخبي بيه القاعدة اللي هي اللي بيقعد عليها دي، وطبعا اللي هي العصاية دي متخبية في الجاكيت. فكده يبان قدام الناس ان هو طاير في الهواء، هو اصلا قاعد على الكرسي مرتاح. الموضوع زي ما قلت لك بسيط وهندسة اكتر من ان هي خدعة. هو مجرد يعني حتى لو بيخدع يبقى بيخدع عيون الناس بس. والموضوع بسيط وسهل. لو كده يكون عرف بقى ازاي بيعمل الخدعة دي. والسلام عليكم.